مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتري. نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاه. ونقدم لكم في البداية عناوين النشرة. تنظيم المهرجان العاشر لكلية التجارة والعلوم الاجتماعية. بحث خطة عمل الجزء الثاني من حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم. مدرسة مساعد التمريض بمستشفى جلاس العسكري تخرج دفعة جديدة. طهران ترد بالمثل وتطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين. وزير خارجية الصين يعقد محادثات مع نظيره الباكستاني في إسلام آباد. وقتلى بإطلاق نار جديد في صربيا، والرئيس يتعهد بنزع السلاح في البلاد. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. اختتم مهرجان كلية عدقية للتجارة والعلوم الاجتماعية العاشر في 3 مايو تحت شعار المعرفة عتادنا والتنمية هدفنا. واشتمل المهرجان الذي تجرى فعالياته منذ شهر فبراير على منافسات أكاديمية وأنشطة ثقافية ورياضية وعروض فوتوغرافية وغيرها، حسب إفادات مسؤول الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا لدى الكلية الشاب روبيل تخلي. وحضر مدير مديرية عدقية السيد هابتايتس فازجي، ومسؤولة الاتحاد فرع السوا والمؤسسات العليا السيدة منصور إسماعيل مراسم الاختتام. وقدم الأديب والمؤلف والباحث عن التراث والثقافة السيد سلمون تاهي توضيحا مفصلا حول أهمية الإرث والتراث بالتركيز على الدراسات الشفهية. وقال عميد كلية عدقية للتجارة والعلوم الاجتماعية الدكتور ستيفانوس هايل مريم بأن نتائج مهرجان مؤسسات التعليم العالي الذي اشتمل على المنافسات الرياضية والثقافية والمعرفية وكذلك الاختراع والصناعة والرسم وغيرها من المجالات بات يزدهر عاما إثر آخر ويحقق الهدف المنشود. وقال المعلمون والطلاب في الآراء التي أدوا بها بأن فعاليات المهرجان المنتظمة بشكل منافسات تهدف إلى اكتشاف وإبراز قدرات وكفاءة الطلاب، كما تخلق بيئة صلبة لتبادل التجارب والخبرات، وتسهم بفعالية في بناء شباب يفتخرون بتاريخهم وهويتهم. وفي الختام وزعت الجوائز على الفائزين، فيما نالت كلية القانون جائزة على مستوى الكلية. قيم فرع الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر تنفيذ أعمال الجزء الأول من حملة تطعيم عنق الرحم، وصادق على خطة عمل الجزء الثاني. وأوضح مسؤول الفرع الدكتور هينوك تكي في الاجتماع التقييمي المنعقد في مصوع خلال يومي 3 و4 مايو بأن التطعيم المنظم على شكل حملات في كافة ربوع الوطن انجز بتنسيق فاعل بين شركاء العمل وخاصة وزارة التعليم والإدارة. وأشار الدكتور هينوك إلى أن الحملة الأولى المنتظمة في شهر نوفمبر عام 2022 سجلت تغطية متدنية في بعض المديريات بسبب حياة الترحال، وعبر عن توقعاته بأن يحقق الجزء الثاني الذي ينظم خلال الفترة من 8 وحتى 12 من مايو نتائج جيدة بإزالة العقبات التي حالت دون نجاح العملية كما يجب. وقدم مسؤول التطعيم الوطني في وزارة الصحة سيد تيدروس يحدقو توضيحا مفصلا حول برامج التطعيم المنتظمة خلال سنوات الاستغلال الماضية وما حققته إريتريا من تغطية على مستوى العالم، داعيا لتعزيز تنسيق كافة الجهات لإنجاح الحملة. في الختام ناقش الحضور خطة عمل عدتها المديريات حول الجزء الثاني من حملة تطعيم عنق الرحم، وتمت المصادقة على تلك الخطة. وأشادت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة بالجهات التي سعت لإنجاح الحملة الأولى، مناشدة إياهم للقيام بأعمال جادة لإنجاح الحملة التي تبدأ قريبا، ومؤكدة جاهزية إدارتها لتقديم كل ما في وسعها. خرجت مدرسة مساعد التمريض بمستشفى جلاس العسكري التابع لوزارة الدفاع خلال 4 مايو 166 عضوا، بينهم 84 عضوا من أعضاء الدفعة 33 والذين حصلوا على دورة صحية استمرت لفترة عام ونصف بمستوى الشهادة. وقال مدير المدرسة الأستاذ جبر برهان هبتقرقيش بأن المدرسة هي مواصلة للمدارس الصحية لوزارة الصحة، مشيدا بالمساعدات التسهيلية التي قدمتها وزارة الصحة وتعاون مدارس مساعد التمريض في قداء ومندفرة وبارنتو. وأكد ممثل الخريجين جاهزيتهم لخدمة شعبهم بتفان وإخلاص عبر مهنة الطب، شاكرا الجهات التي ساهمت في إنجاز الدورة والمعلمين الذين تفانوا في أدائهم التدريسي. وقال المدير الطبي لمستشفى جلاس العسكري المقدم الدكتور أرايا تخلهي معنوت بأنه كان متوقعا أن يكمل الخريجين دراستهم في عام 2022، إلا أن التخرج تأخر لأسباب مختلفة، ومع ذلك ساعدهم في المزيد من البحث والتفاكر.
وبما أن المهنة الصحية تحمل مسؤولية كبيرة، يجب على الخريجين التحلي بالأخلاق الحميدة. الجدير بالذكر أن مدرسة مستشفى قلاس العسكري لمساعدي التمريض التابعة لوزارة الدفاع خرجت منذ العام 2013 345 طالبا، بينهم 188 طالبة عبر 4 كورسات. نظم سمنارا قانونيا في مديرية مندفرة خلال الثالث والرابع من مايو بهدف التقليل من ارتكاب الجرائم والمخالفات. وأوضح مسؤول مركز الشرطة الملازم مكيل في السهاية تسجيل 218 جريمة ومخالفة خلال الربع الأول لعام 2023، 57 منها جرائم، كما تم القبض على 30 من الجناه بالتنسيق مع المواطنين. وأشار مسؤول تحقيقات الجرائم إبراهيم لفسهاتيون انخفاض ارتكاب الجرائم والمخالفات مقارنة مع العام الماضي، وهذا نتاج لحملات التوعية الجارية بالتنسيق بين الشرطة والمواطنين. وطالب المشاركون بتفعيل برامج التوعية للتخلص من الصفات الذميمة وبدء الشرطة الأهلية عملها في أسرع وقت ممكن. في غضون ذلك أوضح مسؤول تحقيقات الجرائم في عنسبة الرائد تسفو تسجيل 1226 جريمة ومخالفة بإقليم عنسبة، ومصرع 27 مواطنا بالحوادث الطبيعية ومن صنع الإنسان، وتدبير ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 1,000,000 نخفة. وأشار إلى الحوادث الناجمة عن المركبات وأضرارها، مشيدا بمساهمة الشرطة وشرطة الأهلية للتقليل من الحوادث والجرائم. ودعا قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تسفى ميكائيل المواطنين لتعزيز تعاونهم باعتبار أن الجناه لا يتوارون عن أعين المواطنين. نظم سمينارا صحيا حول أضرار وأسباب الملاريا في إدارات الضواحي الموبوءة بالملاريا الواقعة قرب مديرية صنعاء. وأوضحت مسؤولة الصحة العامة في المديرية السيدة أملست محاري أنه يمكن الحد من أسباب الإصابة في إدارة ضاحية روخيتو، ويتطلب إلى جانب جهود المهنيين الصحيين رفع وعي السكان والتنسيق بينهم. وأشار مسؤول الصحة في المديرية السيد أثر الأزار إلى أهمية دور وكلاء الصحة للسيطرة على الملاريا، داعيا لأخذ الحيطة والحذر توخيا لحالات الانتكاسة. وأشار وكيل وحدة الخدمات الاجتماعية السيد قرماي قبرهويت إلى ضرورة دفن البرك والمستنقعات واستخدام الناموسيات والنظافة البيئية لمكافحة مرض الملاريا. وأوضح السكان بأن حملات التوعية والسمينارات الجارية لرفع المعرفة والفهم العام ظلت تحقق نتائج عالية، كما أن توزيع الناموسيات قبل دخول موسم الأمطار وحصول وكلاء الصحة الريفية على أدوية ملاريا ساهم في محاربة المرض والوقاية منه. نظمت إدارة الإقليم الأوسط دورة تأهيلية ل 86 من ممثلي القرى، بينهم 41% من الإناث، ركزت حول إدارة المال وحفظ السجلات والإيصالات وكذلك أهمية التوثيق. وأوضح أحد منسقي الدورة عضو قسم الإدارة والمالية في الإقليم السيد سيراك كيداني بأن الدورة قدمت في مديريات بريخ وسرجغا وقال نفحي والمناطق المجاورة للعاصمة أسمرة. وأوضح بأن الدارسين هم من مستويات تعليمية متقدمة وانتخبوا عبر المدراء. وقد أعدت إدارة الإقليم 4 مدرسين أكفاء وذوي خبرة للمشاركة في تقديم الدورة. وتعهد الدارسون للقيام بأعمال متفانية مستفيدين من الفرص التي حصلوا عليها. وأوضح المدير التنفيذي لمديرية بريخ السيد مهاتسيون قرماي أهمية الدورة التي اكتسبها الدارسون والتي تعزز إدارة المال في الريف، داعيا إياهم لضرورة تطبيق ما درسوه على أرض الواقع. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. بعد شهر من طرد باكو 4 دبلوماسيين إيرانيين، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن حكومة طهران طردت خلال الشهر الأخير 4 دبلوماسيين أذربيجانيين في طهران وتبريز. وذكرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقريرها أنه خلال الشهر الماضي تم تحديد 4 دبلوماسيين بوزارة الخارجية الأذربيجانية في طهران وتبريز بأنهم عناصر غير مرقوب فيهم وتم طردهم. وقد جاء الإجراء الإيراني ردا على ما قامت به باكو من طرد للدبلوماسيين الإيرانيين. وليس من الواضح سبب تأخر إيران في الإعلان عن طرد الدبلوماسيين الأذربيجانيين لمدة شهر. وكانت باكو قد أعلنت في بداية أبريل الماضي أنها طردت 4 دبلوماسيين إيرانيين ووصفتهم بعناصر غير مرغوب فيهم. يشار إلى أن التوترات في العلاقات بين باكو وطهران تفاقمت في الأشهر القليلة الماضية بعدما تعرضت السفارة الأذربيجانية في طهران لهجوم شنه مسلح أدى إلى مقتل عنصر في حرس السفارة، وبالتالي إغلاق سفارة باكو في طهران وإجلاء جميع الموظفين.
عقدت باكستان والصين محادثات على مستوى وفدي البلدين في مقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام أباد بعد اجتماع مباشر بين وزير خارجية الصين تشين جانغ ونظيره الباكستاني بيلاول بوتو، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية. ويقود وزير خارجية البلدين وفدي بلديهما في المحادثات، حيث أوضح وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده والصين لديهما علاقات ثنائية دائمة. وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن بلاده تدعم سياسة الصين واحدة، في إشارة إلى التوترات الجارية بين الصين وتايوان والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. كما التقى وزير الخارجية الصيني الذي يقوم بزيارة إلى باكستان لمدة يومين الرئيس الباكستاني عارف علوي، وتعهد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما في ذلك مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن خطة واسعة النطاق لنزع السلاح تهدف إلى جمع مئات الآلاف من الأسلحة من سكان هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان، والتي شهدت هذا الأسبوع مجزرتين بأسلحة نارية أوقعتا 17 قتيلا بينهم 8 أطفال. ومؤخرا قتل تلميذ بالرصاص 8 من زملائه وبواب المدرسة الواقعة في وسط بلغراد، وجرح 7 أشخاص هم 6 تلامذة ومعلمتهم، وما زال 2 منهم في حالة حرجة بعد خضوعهما لسلسلة من العمليات الجراحية. واعتقلت الشرطة في الحال التلميذ الذي نفذ المجزرة. وقضت هذه المجزرة قتل شاب برشاش مساء الخميس 8 أشخاص وجرح 14 آخرين في 3 قرى في منطقة كليديونوفاتس على بعد 60 كيلومترا جنوبي بلغراد. وأعلن فوتشيتش مراجعة رخص حمل الأسلحة الخفيفة بالإضافة إلى الأسلحة التي يمتلكها الصيادون بهدف خفض عددها من نحو 400 ألف حاليا إلى ما لا يزيد على 30 أو 40 ألفا. في الخبر الأخير، توج تشارلز الثالث وزوجته كاميلا رسميا ملكا وملكة على العرش البريطاني في حفل تاريخي هو الأكبر منذ 7 عقود، وبحضور ملوك ورؤساء وشخصيات من مختلف دول العالم. أقيم جزء كبير من المراسم في كنيسة ويستمنستر وسط العاصمة لندن في تقليد متوارث منذ 1000 عام. وتشارلز هو ملك بريطانيا منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022 بعد 7 عقود على توليه ولاية العهد. وأصبح تشارلز الثالث أكبر ملك بريطاني عمرا يضع على رأسه التاج، والذي يستخدم خلال مراسم تتويج ملوك وملكات بريطانيا. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم المهرجان العاشر لكلية التجارة والعلوم الاجتماعية. بحث خطة عمل الجزء الثاني من حملة التطعيم ضد سرطان عنق الرحم. مدرسة مساعد التمريض بمستشفى جلاس العسكري تخرج دفعة جديدة. طهران ترد بالمثل وتطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين. ووزير خارجية الصين يعقد محادثات مع نظيره الباكستاني في إسلام أباد. قتلى بإطلاق نار جديد في صربيا، والرئيس يتعهد بنزع السلاح في البلاد. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.